يلا نعمل مع بعض تحلية سهلة سريعة جدا تنفع صيف وشتاء، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي المكونات بتاعتنا. طاسة على نار متوسطة، نزلي عليها كوباية من الشعرية تاخد اللون الذهبي معاكي، هتنزلي عليها كوباية ونص من المية المغلية. احنا هنا ما حطيناش اي مواد دهنية، الطاسة بتاعتنا ناشفة تماما. نزلي عليهم معلقتين كبار من السكر، السكر اختياري، عايزة تقللي عايزة تزودي براحتك، بس هي المقدار ده معقول للناس اللي بتحب السكر وسط. هتقلبي الشعرية بتاعتك مع المية كده وهي بتغلي، ونارك متوسطة، وغطي الطاسة وسيبيها 3 دقايق تشرب المية وبعدين شيليها. هنعمل بقى المهلبية. كوبايتين من اللبن الحليب، عليهم معلقتين كبار من النشا، عليهم معلقتين كبار من السكر وبرضو سكر اختياري، وهنقلبهم لحد ما يبقوا مهلبية. قلبيهم كويس ونارك هادية. خلاص كده ننزلهم ونرجع بقى للشعرية. الشعرية بتاعتنا اهي شربت المية واستوت، شايفينها جميلة ولونها حلو ازاي، هتطلع خفيفة جدا لان ما حطيناش لا زبدة ولا زيت ولا اي حاجة، من غير مواد دهنية خالص. جهزي بقى سلاطين، جهزي كاسات، جهزي اطباق اللي موجود عندك وشكلي. هنعمل شكلين، الشكل اللي يعجبك اعمليه، عجبوك الاتنين برضو اعمليهم. نزلت جزء كده معلقتين من المهلبية، عليهم معلقتين من الشعرية، ونرجع تاني نكمل الكاسات بتاعتنا. هنخليها صف وصف، صف مهلبية وصف شعرية. حلوة قوي، ممكن تاكليها سخنة كده في السقعة دي، وممكن تمشيها صيفي بقى في الصيف تدخليها التلاجة وتاكليها سقعة، واللي يعجبك اعمليه، بس احنا هناكلها سخنة ملهلبة كده بصراحة حلوة جدا وهتدفي. مكونات بسيطة طبعا، يعني مكوناتك من البيت، كوبايتين لبن، كوباية شعرية، ما فيش حاجة زحمة، ما فيش أي حاجة، كلها اقتصادية وممتازة أوي، وهتديكي طعم حلو وريحتها حلوة جدا. يبقى عملنا صف مهلبية، صف الشعرية، والكاس التاني هنعمله هنبتدي بالشعرية وعليه المهلبية، وبعدين شعرية تاني من فوق، وبعدين تنهي بالمهلبية. يبقى احنا عملنا شكلين. عندك بقى اي مكسرات السوداني اي حاجة زيني بيها، مفيش ما تزينيش مفيش مشكلة. تحلية سهلة سريعة. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك، ما تنسيش الشير والمتابعة. مع الف سلامة.